السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امبارح اتفرجت على فيلم الفيل الأزرق. فيلم بصراحة جميل جدا جدا جدا، وفيلم عالمي كتمثيل وكإخراج وككتابة. طبعا أحمد مراد عامل الفيلم بشكل جميل جدا، ومروان حامد برضه المخرج عامل يعني شغل عالي قوي، وكريم طبعا عبد العزيز عامل الدور جميل جدا، وطبعا هند صبري عاملة الدور براعة يعني بصراحة، ونيلي كريم برضه عاملة الدور، وخالد الصاوي حتى لما طلع في مشهد عامله حلو أوي أوي. الفيلم فعلا من الأفلام الجميلة جدا، ونبدأ نعمل سلسلة من الأفلام اللي فيها السحر والرعب والتشويق دوت، ممكن ننافس حتى الأفلام اللي بره، لأن فعلا السحر انتشر جدا جدا في الأيام الأخيرة دي في مصر، وده فعلا موروث من زمان قوي وتوارث من أجيال، ومفيش حد بيتكلم عنه خالص، وده من يعتبر أول الأفلام يعني اللي اتكلمت عنه، ومعمول بشكل جميل يعني. بس بصراحة حصل خطأ في الفيلم، ما كنتش أتمنى إن هو يعني يظهر. المتابع يعني كويس إن نيللي كريم قالت إن في الجزء الأول إن خالد عميل عندها في البنك، وهي اتجوزته وحصلت المشاكل والخناقات وعايزة تنفصل. في الجزء التاني قال إن هو زميلهم في البنك مع هند صبري، وهم كانوا يعني هند صبري كانت بتحبه، ونيلي كريم خد يعني اتجوزته، وهو ندم إن هو اتجوز نيلي كريم وكان بيحب هند صبري، وكان في إيه حب بينهم يعني. وغير كده كانوا عارفين بعض من الجامعة هم التلاتة طب ازاي يعني هما كانوا في يعني في علاقة بينهم وفي البنك وشغالوا، وهي قالت في الجزء الأول إن هو عميل عندها في البنك. فده خطأ بصراحة، مكانش نفسي يحصل يعني، ومش عارف هل هو خطأ في الكتابة ولا خطأ في الإخراج ولا ما خدوش بالهم يعني، لأن في ناس كتير بتخلي بالك وبتاخد بالها يعني جامد. لكن عامة يعني بشكل عام الفيلم بصراحة معمول باحترافية، ويعتبر من أحسن الأفلام يعني السينما المصرية، وهو يعني بيناقش موضوع مهم جدا، موضوع السحر، لأن هو فعلا موضوع ده انتشر بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة. حتى لما تخش على السوشيال ميديا بيقولك تنظيف مقابر وبتاع ومعمول سحر ومش عارف ايه مش عارف الناس بتحب تأذي ليه كده وبشكل غير طبيعي. وغير كده هو يعني بيجيب لك من زمان، يعني يقول لك ان السحر ده موجود من زمان والتوارث من زمان، وده حاجة يعني أول مرة حد يعني يعرض المشكلة دي ويعرض الموضوع ده، وبيعرضه بشكل جميل يعني بشكل احترافي وفي إثارة وفي تشويق. فالفيلم بصراحة حلو، لولا بس الخطأ اللي أنا قلت لحضرتك عليه، مكانش نفسي يعني يحصل الخطأ دوت. وعامة بالتوفيق إن شاء الله. وفي جزء تالت للفيلم هينزل، إن هو في آخر الفيلم التاتو اترسم على دراعه، وقعد 5 سنين كده. مش هانية كبرت والعيال كبرت، وهي قصت شعرها اتغيرت يعني في شكلها. فهو الفيلم ليه جزء تالت، وإن شاء الله يبقى إيه أحسن من التاني والأول. وأشوفك على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.